حنا تونا للحين ما بعد اشتغلنا لهالحين. ايه راح وطفي النور. اي نعم، لكن اللي عنده زميل ما جاء ولا خويه تقول الحق، ما بعنا بالكوم الا اليوم، قل له الحق الليله جايبين لكم عروضات افلام هنديه ومكسيكيه كذا، بس خليه يجي كذا كذا كذا، اتصل عليه خليه يجي. اللي عنده دوام يطينها بكره ما هي مشكله. بكره خميس. حنا كان عندنا حمله كل حج ناخذ مجموعه من الشباب، واكثر المجموعه اللي ناخذهم مجان، ناخذ مكافحين، نمر على مستشفى الامل ناخذ منهم 15 20، نمر في الشارع ونلقى واحد سكران نشيله معنا، واحد متعب اهله ناخذه معنا، وكله ما شاء الله على التبرع من الشباب. وكل سنه نطلع باصين. اتصل علي شايب من اهل الرياض قال تكفى يا ابو غازي الحقني. قلت ايش فيه؟ قال عندي ولد مدوخني مخدرات في المخدرات، وسمعت انكم تاخذون مجموعه شباب تروحوا لمكه الحج، وحنا باقين على الحج اسبوع. قلت اي بالله ابشر. قال انا على طريقكم، اول ما تطلع من الرياض ايش اسمها المزاحميه، يقول ابد انتظركم على الخط خذوه. قلت تم. ونطلع من هنا باصين وسوالف وناسه، واللي معي نصهم مستلج، واللي اول مره يفتش واربه، واللي حالته حاله. تعرفون المخدرات بعضهم ماخذينها من مستشفى الامل توه داخل ما له الا يومين. ويوم تعدينا الرياض ولهاك الشايب الله يذكره بالخير بين من وجهه راعي طاعه وراعي نور سبحان الله، لكن غثه ولده. ولهاك الددسن اتصل انا وياه قال انا راعي الددسن ونلبق، ويجي والله يا اخواني لحيته بيضة ويسلم علي قال تكفى يا ابو غازي ولدي هذا تعبت فيه. اطالع في ولده والله يا رياجيل اني ما عمري شفت ولد مثله، وجهه ذا غادي مسطره كذا وعيونه ناقزه كذا طالعه من اثار المخدرات لعبه فيه. قلت اركب يا ملشحه، ويركب معنا ونستلم الباص، وطول الطريق وهو قاعد عند السواق يقول ما تبينا سوق معلك، ما تبينا سوق محلك، ماسكتن على السواقه. وتعرفون المخدرات اذا مسكت على شيء ما تفك خلاص. وقلت يا ابن حلال انت فك من السواق، ما فيه كوكتيل عصير هذا لي عشان حلقه لك شاهي لك والله اني شاك فيك يا ابو سعود انا. لكن المخدرات فتشوا له طلعنا. اي والله جيبوا له. ايه في شيء حق محاضره بس هذا ترى يا اخواني ترى المطاوعه عندهم حاجه انا بعلمكم بسر المطاوعه. انا جربته. في عندنا شيء يخليك تستلج وحلال. هذا دائما وانت طالع من الجبيل فيه البوفيات اللي تبيع الكافي شاب ولا البوفيه السريع، صح؟ كوفي شوب. ايوه. ولا البوفيه السريع هذا اللي على الخط. لبق عنده وقل له عطني اسبريسو. ترى هذا حبوب المطاوعه. ايوه يا سلام عليك. فنجال صغير لكنه اسود، تاخذ لك واحده كانك صافق لك 3 حبات بيض. طلعت برا انا مسافر من بقيق رايح لمكه، ومر اول كوفي شوب قلت عطني 2 ومعي المره والشنطه حاطها ورا انا في الكرسي اللي ورا، واخذ 2 قلت خله دبل خلي المره تخترش معي، واخذ 1 واعطي المره 1. يوم خذيت شوي اللي والله يوم المره تغيرت علومها وتقوم تبي تنقز ورا في الكرسي. قلت ايش تبي تسوين؟ قالت تبي ادور لي حاجه في الشنطه. قلت الليل. ولبق عند المحطه الثانيه واخذ لبن. قلت اشربي لبن. اشربي حنا تورطنا فيك. المهم ركبنا الرجال معنا ذا ورحنا لمكه. السالفه جينا الحرم واعتمرنا ورجعنا وجلسنا في منى 3 ايام. الرجال ما دريت ثاني ايام العيد الا واحد يتصل علي في مكه، حنا في منى مكافحة مخدرات مكة. قلت خير، انا موزع رقمي عليهم ويسمونا حنا الامير، يعني الحملة ايه مسمين حنا عندنا في ذي الامير، امير الحملة. ويتصل علي قال معك مكافحة مخدرات مكة. قلت خير ان شاء الله. انا ادور الولد اللي معي من امس ما شفته، ما ادري وين خوينا ذا. اثر ركبنا بسيارة ما ادري من ركب. يوم رقدنا في الليل ويروح المكة ووعدنا اخوياه ويدقون حبوب وتمسك المخدرات مع مجموعة شباب اللي معها 4 حبات بيض. ويتصل علي مكافحة المخدرات. قلت خير؟ قال انت الامير؟ قلت نعم انا الامير. الضابط المسكين يفكر اني امير، صحيح ما ادري اني امير المجموعة. قال انت فلان ابن فلان؟ قلت نعم. قال تعرف فلان؟ قلت ايه معروف ذا.
قال هذا هو عندنا خويك ماسكينه معها 4 حبات بيض. قلت الرجال هذا مريض نفسي وعندي تقارير عنه تعبان ومن اهل الرياض وحنا جايبينه معنا تطوع لعل الله يهديه. قال طيب ايش يثبت لي انه مجنون؟ قلت هذا رقم ابوه واتصل عليه يرسل لك اوراق. هو فعلا مريض ويتصل على ابوه يرسل الاوراق. المهم ما دريت الا العسكري جاي ومدخله علي في الخيمه. قال استلم يا ابو غازي. قلت سلام عليكم. ويجلس عندي 3 ايام العيد. والله يا ريجيل ما دريت الا العسكر مطوقين المخيم حقنا. هنا عسكر وهنا القوات الخاصه مسوين حائط على مخيمنا ولي الضابط واقف على الباب. مخيم مطوق الحجاج كلهم يطالعون. جت فرقه كامله علشاننا ويطوقون مخيمنا ولي احنا جالسين داخل الخيمه مثل الخيمه ذي. ويوقف الضابط قال من المسؤول عن المخيم هذا؟ قلت نعم. قال تعال. ولي المهستر ورا واقف مسوي كذا. قلت خير يا فلان؟ قال امشي معي. اطالع لورا العسكر ومطوقين المخيم ويسحبوني. عسكري ماسكني من هنا والثاني ماسكني من هنا ويودوني الى المخفر حقه مثل قريب من مخيمنا. قلت خير يا فلان؟ قال هذا بالعربي جاي مبلغ عليكم يقولون عندكم متفجرات بتفجرونها في منى. قلت الله يفرق بيني وبينك. قلت يا ابن الحلال هذا مجنون. هذا انا شايله من الرياض مجنون. حنا نفجر الله يصلحك. وذيك الايام قبل يمكن 4 سنين ذي وكانت الايام عندنا الحوسه الناس الضالين ذولا اللي سعوا في بلادنا تخريب. اسال الله ان يردهم ردا جميلا ولا يكفينا شرهم. فقلت يا ابن الحلال هذا الرجال مريض وهذا ابوه خذ كلمه واوراق المستشفى معه. الرجال تعبان نفسيا. قال والله قلت اي والله ناده الان سولف معه شوف علومه. قال والله يا ابن الحلال انا نادوني العسكر وقالوا الحق في بلاغ واحد بيفجر. ويوم شفت الرجال قال لي نعم هذا هنا. المهم اتصل على ابوه وكلم ابوه الضابط قال هذا نفسيا مريض واوراقه عندي ولعلكم تخلونه عندكم لين يجيبه ابو غازي. المهم الضابط كان رجل فاهم وعاقل وقال ابد ايش رايك ابو غازي؟ قلت خله عندك هنا في السجن لين نركب باصاتنا نمشي. لا جينا نمشي نبي ناخذه معنا. قال تشوف كذا؟ قال ابد يا عسكري. واللي هو واقف يضحك ما يدري الطبخه واقف. قال الضابط يا عسكري. قال نعم. قال خذ المجنون هذا طقه في السجن. قال انا قلت يا انت بتروح السجن؟ تكفى يا الامير تكفى يا الامير والله ما تعوده. قلت والله العلم ما هو بعندي الحين عند الضابط. العلم ما هو بعندي وخموه وكرشوه في السجن. والله ما شفته الا يوم ركبنا 3 ايام العيد نبي نمشي جايبينه مخفور مسلسل. قالوا هذا خويي. قلت ايه واخذه وركبه في الباص ولا نزلته الا عند اهله في الرياض. انظروا يا اخواني تاثير المخدرات على شبابنا. والله يا اخواني ان قلوبنا تتقطع حزنا لما نشوف شبابنا في السجون ولا في مستشفى الامل العبث فيهم المخدرات. والله الذي لا اله الا هو كان عندي لقاء قبل مده في مستشفى الامل. والله عندي شاب جالس جنبي والله يا اخواني عمره 22 سنه جالس جنبي يسوي كذا. فقلت للمسؤول قلت الرجال هذا هو مريض؟ قال لا والله اسأله يا ابو غازي. يوم خلصت المحاضرة سألته قلت انت يا ولد وش فيك؟ قال والله يا ابو غازي من المخدرات. انا قلت الرجال له 20 سنة يتعاطى الان. قلت كم لك تاكل حبوب؟ قال والله ما لي الا 6 شهور طحت في الحبوب الابيض الان ضربت مخي. والله يا شباب يا ناس اسمعوا يا عالم يا هو المخدرات الموجودة الان ما هي زي الاول اصلية. اي والله ما نقول هذا نخوفكم هذا شيء صحيح. رح مستشفى الامل شوف شبابنا كيف اعمارهم 20 و24 يرتعد من المخدرات العبث فيه. تكفون يا ريجي اقلع منها ولا جاك على المخدرات قل اقلب وجهك يا اخي. تفضل يا ابو سعود.